مساء الكوميديا الكروية. ماتش الزمالك وسيراميكا كان أشبه بحلقة من مسلسل كل الطرق تؤدي إلى التعادل. هل الزمالك بقى متخصص في الدراما ولا اللاعبين بيختبروا صبر الجمهور؟ خلونا نبدأ الرحلة. الزمالك دخل الملعب بصيغة مفرطة، المدرب الجديد ماسك ورقة التشكيل كأنه بيقرأ مذكراته الشخصية، والجمهور بيقول يلا نبدأ الحلم الجديد. الدقيقة 30 الزمالك يسجل الهدف الأول، تمريرة على المقاس، تسديدة مفيش أنضف منها. الجمهور بيهلل، المدرب بيشاور بإيده كأنه اخترع التكتيك ده. مشجع في المدرجات الحلو ما يكملش، يا ترى نحافظ على التقدم ولا هنطبق سياسه نستقبل زي ما نسجل؟ بدايه الشوط الثاني وسيراميكا مش جاي يتفسح، جاي عارف مهمته. الدقيقه 55 سيراميكا يسجل التعادل بطريقه الزمالك مش مركز فنعاقبه. المدرب الجديد واقف مصدوم زي اللي اكتشف ان الجي بي اس مش شغال في وسط القاهره. مشجع زملكاوي احنا بندافع بطيبه القلب، يعني بنقول للخصم خد راحتك يا كابتن، المهم اللعب النظيف. الدقيقة 70 الزمالك ينفض الغبار ويسجل الهدف الثاني، والجمهور بدأ يحلم بأنه خلاص الثلاث نقط في الجيب، لكن المفاجآت ما بتخلص. الدقيقة 88 السيراميكا يسجل الهدف الآتي، والزمالك اتخصص في ازاي تفرط في الفوز. مشجع زملكاوي من الصدمة حد يقول لي هل الدوري المصري فيه قانون بيمنع الزمالك من الفوز ولا في فريق شغال علينا باسلوبه المستخبي؟ فرصة النهاية والحكم ينهي الكابوس بالتعادل 2-2. الجمهور بعد المباراة احنا لازم نشوف العقد، هل في شرط بيمنع الزمالك من انه يخلص الماتش بفوز؟ خلاصه الزمالك في حاجه طبيب نفسي قبل مدرب جديد. هل الحل في تغيير طريقه اللعب ولا نحاول نكلم الحظ ونصالحه؟